اهلا بكم في قناة اصل الحكاية مع حسن سعيد. في البداية لو انت متابع لاخبار النادي الاهلي واول مرة تدخل على القناة، اعمل اشتراك دلوقتي عشان يوصل ليك كل جديد. في فيديو النهاردة هنتعرف على موعد مباراة النادي الاهلي ونادي اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الافريقي، وهنتعرف على التوقيت والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع بعد فوز النادي الاهلي ببطولة دوري ابطال افريقيا امام نادي الوداد المغربي في شهر يونيو الماضي، وده بعد الفوز بمجموع مباراة الذهاب والاياب مجتمعين بنتيجة 3-2 لصالح النادي الاهلي. يستعد النادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لخوض مباراة كأس السوبر الافريقي، الكأس اللي فاز بها النادي الاهلي في 8 مرات سابقة، وبيأتي النادي الاهلي في صدارة الأندية الأفريقية حصولا على الكأس. وسيخوض النادي الاهلي المباراة امام نادي اتحاد العاصمة الجزائري حامل لقب كأس الاتحاد الافريقي، واللي فاز باللقب على حساب نادي يانج افريكانز التنزاني. اما عن موعد المباراة فستقام المباراة اليوم الجمعة يوم 15 سبتمبر 2023 على استاد مدينة الملك فهد بمدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية. اما عن توقيت المباراة فستقام المباراة في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية، وفي تمام الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وفي تمام الساعة 8 مساء بتوقيت ليبيا والسودان، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب. أما عن القنوات الناقلة للمباراة فستنقل المباراة عبر شبكة بين سبورتس القطرية على قناة بين سبورتس 6. أما عن التشكيل المتوقع فهو كالآتي: في حراسة المرمى محمد الشناوي، في الدفاع علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، في الوسط اليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي قفشة أو إمام عاشور، في الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود كهربا أو صلاح محسن. وبكده وصلنا للنهاية، يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصل ليكم كل جديد. كان معكم حسن سعيد.